ام رودينا اتحولت في يوم وليله من واحده ست بسيطه في اسره ريفيه بتزغط بط ووز وحمام لبلوجر قد الدنيا بينزل لها في الساعه تقريبا اكتر من 15,000 جنيه مصري، اللهم لا حسد او بحسد يعني. تكبيس وشير تكبيس وشير تجينا 1500 محدش فيهم مطروح يجي يفرحني، ولازم الفيديو ياخد ترنج النهارده، لازم الفيديو ياخد ترنج النهارده. ام رودينا بتفضل تلطم وتصوت طول اللايف وتقول كبسوا كبسوا يا اخواتي، شيروا، عايزه ورد عايزه ورد عايزه هدايا. طبعا الورده دي يعني باقل من سنت يعني، فهي بالنسبه لها مش كافيه. الناس بتتفاعل معاها ما شاء الله عليها، ربنا يزيدها يا رب، باسود وبصقور وبنور وبكل حاجه. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي، الله يفرح قلبك يا سام. ام رودينا ما بتقفلش اللايف لما بتوصل لتارجت معين، يعني هي مش متارجتها مثلا 100,000 نقطه فبتقفل بعدها، لا ما شاء الله عليها، هي بتقعد تلطم وتصوت طول البث وبتفضل تقول لللايف طبعا لو انا كنت برقص دلوقتي كان زمانكم نزلتوا لي اكتر من كده. قلت لكم انا واقفه برقص كان زماني جالي دحمه قد كده اهو. فانت طبعا بتقعد تتساءل امال هي لو مش بترقص طول اللايف امال هي بتعمل ايه علشان كده بينزل لها دعم؟ ايه الموهبه اللي عندها مثلا ان تخلي ناس تقعد تبعت لها في اسود ودولارات بارقام خزعبليه؟ يمكن دمها خفيف، عندها موهبه معينه بتضحك الناس، بس انا شخصيا الحقيقه شايفه ان محتواها كوميدي يعني. ام رودينا موهوبه في التسول والتذلل للناس علشان ينزل لها دعم. يا رب ويسعدك يا رب، يكبر بخاطرك يا رب، يرضى عليك يا بنت السعوديه. طبعا في ناس كتير بتتسول على التيك توك وبتقعد تقول دعموني دعموني، بس ام رودينا يعني انا معرفش ايه السحر الرهيب اللي عندها ده اللي بيخلي اي حد يدخل اللايف ما بيمسكش ايده. يعني انا مره شخصيا دخلت رمت لها ورده، بصراحه نموذج حقير. بتطلع يوميا من فوق السطوح، يعني حرفيا لوكيشن ب3 جنيه، بتطلع وهي بتصوت وبتلطب وفي نفس الوقت بتزغط البط وبتعمل حركات بهلوانيه كده، بتعمل شو جميل يعني يخليك انت كمتفرج تحس ان انت محتاج تساعد الست دي عشان تبطل زن وتبطل صويت، بس هي ما بتبطلش. 1500 يا رب يا رب، فرحه يا رب يا رب، فرحه يا رب. عماله تلطم بشكل هستيري جدا يخلي اي حد قلبه حجر تصعب عليه ولازم يرمي لها اي حاجه. ام رودينا على قد ما هي ست بسيطه كده وغلبانه وتحسسك ان هي واحده على الله حكايتها، لكن الحقيقه هي مش كده خالص. لما شافت ان الدعم بدا يكتر وبقى فيه فلوس كتير هي مش عارفه تداريها والناس بقت تتكلم عنها وبقى فيه فيديوز كتير بتقعد تبص لها في رزقها، يعني منهم انا بصراحه بقعد برضه ابص في رزقها. عملت حركه جميله جدا، في اوبشن عندك على التيك توك ان انت ممكن تلغي الترتيب بتاعك بحيث الناس ما توصلش لانت عملت كام في الساعه دي ونزل لك كام دعم وترتيبك الكام، لان هي ما شاء الله عليها اخذت توب 1 اكتر من مره في كام يوم. ان انا نفسي في حياتي ينزل لي اسد، والله العظيم ما شفت الاسد اقسم بالله طول حياتي. ام رودينا عندها موهبه ان هي بتخليك تنزل لها اسد وانت مغمض عينيك. يا ام رودينا يا مكاره انت، يا ام رودينا يا مكاره يا خبيثه. 1600 1600 في الليل، ما فيش حد عايز يفرحني فيهم. الناس قالت ان طريقه ام رودينا في اللايف بتاعها مزعجه لدرجه ان هي بتخليهم يقفلوا اللايفات ويعملوا لها ريبورتات، بس طبعا الريبورتات ما بتاثرش. في كومنت من الكومنتس قال ان هو من كتر ما زهق وصدع من زنها في طلب الدعم رمى تليفونه في الزباله وجاب تليفون N73 اللي هو الدمعه او الباندا، يعني حاجه كده من التسعينات. التيك توك زهق من ام رودينا وبدا يقفل لها اكونتاتها. انت قفلت الاكونت الكبير، محظوره يا عيوني، هيتفتح كمان يومين بالظبط. لكن على الرغم من كده ام رودينا مصممه على هدفها وما زهقتش، وكل يوم والتاني بتعمل اكونت جديد. وقالت ان هي حلمها انها توصل ل 30,000 جنيه مصري، يعني 1000 دولار في الساعه بدل 15,000 جنيه، لان ال 15,000 جنيه دي اقل من طموحاتها وما بتعملش حاجه دلوقتي. ام رودينا بدات تطلب الدعم من الناس عن طريق تصدير فكره الله اعلم اذا كانت حقيقيه او لا، بان هي عليها ديون 300,000 جنيه وان والدها محبوس بسبب الديون دي. يا رب ده احنا علينا ديون بالهبل، علينا فوق 320,000 جنيه. هي الحقيقه يا ام رودينا هو لو فعلا انت عليك ديون اكتر من 300,000 جنيه فكان زمانها اتسددت وزياده، اللهم لا حسن. ام رودينا ردت على كل الناس اللي بتقعد تبص لها في رزقها بتقولها انت بتتسولي، انت صوره غير مشرفه للمصريين والمصريات، انت مخليه راسنا في الطين من عمايلك اللي بتعمليها في الفيديوهات. وقالت انا هفتح هكمل لان ما حدش ليه عندي حاجه. ودايما ام رودينا ما شاء الله عليها بتعمل حاجه جميله جدا بتبهرني، ان هي بتبدا اللايف بتاعها بالصلاه على النبي. لا هي حرفيا بتبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقالت للناس يا اخويا لو انت مش عايز تدعمني باسد ولا بصقر بطل تقول كلام مش كويس عليا وارمي لي حتى ورده، اهي ورده مش هتكلفك حاجه. على فكره يا ام رودينا انا لاحظت حاجه انت بتكذبي فيها، انت بتقولي ان انت عايزه حتى الناس تبعت لك ورده، بس انت اللي بيبعت لك ورد ما بتقولولهاش شكرا، بتبداي شكرا من بعد الحوت اللي هو ب 2000 نقطه.
بكاره. 200 واحد في الليل في شباب تكبيس الاسره. يا زهراء يا كيوتا يا عسل يا اموره، تسلمي لي يا قلبه. ناس كتير مصريين وغير مصريين اتكلموا عن اللي بتعمله ام رودينا وعملوا فيديوهات مخصوصه ليهم، وبرده طالعه في الاكسبلور بينتقدوها عن اللي هي بتعمله. طبعا هم عندهم حق في ان ده تسول وحاجه غير حضاريه وبتدي انطباع سيء عن المصريين. فيا ام رودينا يعني لو حضرتك محتاجه سكرتيره، بص انا جاهزه بالطقم والله العظيم صدفه. عايزه سكرتيره تعدلك الفلوس، تعمل حظر للناس البصاصه والعيون القراره المدوره، وتشوفي لي فرصه شغل معاكي، اكون شاكره جدا ليكي. كل الحب. بتتعمل ازاي؟ كل الحب. وكبسوا لي يا جماعه، كبسوا لي، عايزه الفيديو ده يطلع في الاكسبلور، عايزه ام رودينا تشوفني والنبي لا تنسطروا يا رب، يطعمكم ما يحرمكم. عايزه الفيديو ده يوصل لام رودينا تشغلني عندها سكرتيره. شكرا.